بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكفِ كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين. اللهم أبطل سحرهم، اللهم شافهم من مرضهم، اللهم شافهم من مرضهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن يا أمة القرآن لما ترك كثر المس وكثر العين وكثر السحر وكثر دخول الجن في الإنس وكثرة العقوبات وكثرة الشهوات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كيف لا وهو الذي أخرج يونس عليه السلام ذا النون من ظلمات ثلاث. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شفاء فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، فأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تخيل بارك الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما من تاب وآمن، أما من لقي الله بقلب منيب، أما من لقي الله خائفا خاشعا فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال أرحم الراحمين فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك في يوم فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا. هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم
هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم ينادى بفلان ابن فلان، فلان العاصي الفاجر، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله